ماما ماما ماما. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ انا كنت نايمه ما سمعتش شكل المنبه. لا ما هو المنبه ما ضربش. بس كنت ظابطه المنبه عشان ادي اخوك الدواء. ما صحيتيني ليه يا حبيبتي؟ عايزه فلوس. انت بتصحيني من النوم يا بنت عشان تقولي لي عاوزه فلوس؟ لا يا ماما، ما هو اصل دي فلوس طوارئ. طوارئ؟ انت شغاله في الاسعاف، طوارئ ايه اللي عاوزه فلوس دي؟ تلاقي بلوزه ولا بنطلون مجننينك عاوزك تشتريهم يا ماما. لا لا ده ولا ده. امال ايه صحتيني ليه؟ بيبقى اكسسوار عايزه تشتريه؟ ولا اكسسوار عايزه اشتريه. امال صحتيني ليه؟ بصي اصل ده عيد ميلاد واحده صاحبتي بعد كام يوم، وانا نفسي اجيب لها هديه حلوه. لما عيد ميلاد صاحبتك كمان كام يوم، بتصحيني من النوم ليه؟ ايوه، ما انا عمال منزل السوق واتفرج على حاجات واشوف ايه المناسب. عندك البوك بره، خدي منه 200 جنيه اشتري لها الهديه اللي انت عاوزاها. ايه 200 جنيه ايه؟ امال هتشتري ايه؟ انت هتشتري شقه، ما تشتري هديه لصاحبتك. اصل دي صاحبتي الغنيه اللي جابت لي السلسله الذهب اللي انا بنقل لها المحاضرات، فاكره؟ ايوه يا اختي فاكره، وقلت لك مش عاوزين هدايا من حد، لا غنيه ولا فقير، لا نعرف نرد ده ولا نرد ده. ما انت عارفه انت ما عندكيش دم يا بنت غبيه، ما بتحسيش؟ ما انت عارفه انا بحط القرش على القرش عشان اعمل العمليه لاخوكي. خلاص يا ماما انا اسفه. تعالي هنا، عمامك مديتي بوزك قدامك شبرين؟ خلي بالك يا اختي لا لحم وشك يقع. خلاص بكره ان شاء الله هديك المبلغ اللي انت عاوزاه تشتري لصاحبتك الهديه. يلا غوري خليني اعرف انام. انت بوسه، ربنا يخليكي ليا يا دودو. يا اختي منك يا لئيمه، استغفر الله العظيم، عيال قرف.